السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أبى صورة بعدين بعلق على الموضوع. هذا راتب مواطن متقاعد، نزل الراتب 830 دينار وبقى بالرصيد 37 دينار. هو المفروض أنه يبقى 30 دينار، لكن الظاهر الرصيد كان فيه 7 دنانير عشان يكحل عيونه فيها من الضيم اللي هو فيه. والله العظيم اني ما توقعت ان في مواطنين كويتيين حالتهم يرثى لها حتى شفت رصيد هذا المواطن المتقاعد. انتم متخيلين الحالة الكثيفة اللي وصلوا لها المتقاعدين في دولة نفطية مثل الكويت؟ 37 دينار او 30 دينار تو نازل الراتب، شلون بيعيش باقي الشهر؟ حنا موظفين وعلى راس عملنا وينزل الراتب وبعد استطاعات يبقى 800 او 700 او 600 دينار، يا الله يا الله، ويكفي المعاش ونقول الحمد لله، فما بالك بالمتقاعدين؟ ترى المتقاعدين ما اختاروا قدرهم، لكن الظروف المعيشية هي اللي اجبرتهم على ذلك، اما ايجار او اخذ قرض لبناء بيت او علاج بالخارج او دراسة ابنائهم في المدارس الخاصة او الجامعات الخارجية، وكل هذا مقابل سوء إدارة الحكومة. لا صحة، لا تعليم، لا ضبط اسعار، لا محاربة جشع التجار. كل هالمشاكل تتحملها الحكومة منفردة، لا علاقة للمواطن ولا المتقاعد فيها. ويا صاحب السمو ويا ولي العهد، الله يطول في أعماركم، أقسم بالله المتقاعدين في أرقاكم ولازم تشوفون لهم حل، وأنا عندي حلين لا ثالث لهما: أما إسقاط القروض أو 500 دينار على الراتب الأساسي، وتظل مع الموظف حتى تقاعده، وأيضا تضاف 500 دينار على الراتب الأساسي للمتقاعدين. بلا بديل استراتيجي، بلا كلام فاضي. خلوا الشعب يرتاح في بلده مرفه، ولا يغرونكم كم ألف اللي يسافرون بالصيف. عبالكم أن الشعب مرتاح، تراها قطية بين الزوج وزوجته، ويمكن حتى خدامتهم قاطة وياهم عشان يسافرون. أما باقي الشعب مقزرها من مول لمول، وإذا تطور أجر له شاليه. فأرجو أن تلتفتوا للشعب ومطالبه، لأن الشعب في ذمتكم. السلام عليكم.